تبعوا معايا كيفاش حولت كراج صغير ومقشر لصالة ألعاب كاملة وبميزانية محدودة. هنا بدات القصة في كراج قاتله الرطوبة وحيوطة مقشرين. البداية كانت بسيطة كيف أي بداية، رقعت الحيوط بالقبس وشريت تلفازة 32 بوس وبلاي 3. بدا كيتعرف المحل نهار على نهار، والنقطة اللي عاونتني جيت في حي شعبي وفيه منافسة قليلة في هاد الدومين. بقيت على هاد الحال لمدة عام كامل فين جا التغيير اللي كان لابد منه. الحيوط اللي شبعانين الرطوبة ودركتهم بالقبس بداو يتقشروا، من بعد ما كانوا بويض رجعوا كلهم مسخين. ما قدرتش نبقى في داك الحال فين جات المرحلة الثانية اللي استثمرت فيها بزاف ديال الجهد والفلوس. دركت الرطوبة ورا الخشب اللي عطى منظر زوين ولكن ما دايمش، وسبقت البلايص الاقل ضرر. زدت فوتويات اللي من قبل كنت داير فقط كراسة ديال البلاستيك كيقسموا الظهر. زدت تلفازات 43 بوس وبلايكات اللي كانوا شي حاجة كبيرة بالنسبة ليا في ديك الوقيته. ودرت بانو اللي زاد النص في المحل ورجعت عنده سمية ولا معروف في المدينة. زدت كونطوار وفيترينا وفرحت بزاف بالنتيجة اللي وصلت ليها، ولكن كان ديما الضيق عائق بالنسبة ليا. محل صغير بزاف ما غيخلينيش نزيد القدام. وسط هاد المرحلة كانوا تغييرات صغيرة، زدت بلاي 5، زدت ثلاجة وحتى كليمة في الصيف. من بعد عام كامل الزواق بدا يطير ويتقشر، الرطوبة دارت خدمتها، وزيد الضيق اللي حرمني من بزاف ديال التطويرات اللي كنت باغي نزيدهم. نهار 4 فبراير قررت ندير التوسيعة اللي حلمت بها من الاول وكنت دايرها بين عينيا. خويت الكراج كامل بحال عمر كانت فيه شي حاجة. تكلت على الله بقلب خايف، ما عرفش اش كيستناني ولا شحال غيكلفني، لا من ناحية الوقت ولا من ناحية الفلوس، بالخصوص ان المحل كان خدام وتبليعة طويلة غتأثر عليه بزاف. بديت الاشغال ديال التوسيع وقشرت الحيوط المضرورين بالرطوبه باش ندير ليهم قشره جديده ديال السيما، وانتهينا من الرطوبه في مره. قديت الانستالاسيون ديال الواد الحار وحتى الضو باش ما نلقاش مشكل. مره اخرى عاودت الارض بالفايونس والسقف بالامسترونغ، وعاودت الصباغه وطاح لي اختيار على اللون الكحل. صبغت السقف بحال شي رقعه ديال الشطرنج بكرويات بيضين وكحلين باش يعطي الطابع ديال الجيمنج. زينت المحل بالليد وحتى بالطابلويات باش يهرس اللون الكحل اللي كان طاغي على المحل. زدت بوستات جداد، زدت بلاي 5 وزدت حتى بلايكات انستاليتهم بيدي، وزدت السيت اب ديال السيميلاسيون اللي شاركته معاكم في الفيديوهات. من الفولون اللي خديتها من ماركت بليس حتى البيسي اللي انفستيت فيه فلوس كبيره، والكرسي اللي شريته وركبته بيدي وشاركته معاكم في فيديو باش يكمل السيت اب. وزدت حتى الفي ار اللي ما كانت عندي عليها حتى شي فكره في البدايه. هاد المرحله خلاتني ساد اكثر من 3 شهور، حيت داروا فيها بزاف د الحاجات اللي كياخذوا الوقت، ولكن ما ندمتش عليها. كل حاجه درتها كانت تستاهل، وبداو يرجعوا الكليان ديالي شويه بشويه. هذه قصه المشروع ديالي اللي دازت عليها اكثر من عامين. تعلمت فيها بزاف د الحاجات، وبالله حتى حاجه ما كتجي بالساهل. خاصك غير تامن بداك الشيء اللي كدير شحال ما كان صغير، مع الوقت غيكبر. الا بغيتوني ندير فيديو على كل مرحله بالتفصيل، شحال تقام عليا الاصلاح والاجهزه اللي شريت، قولوها لي في لي كومونتير.